يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون احلى متابعين. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والرضا والسعاده وراحه البال. اللهم امين. النهارده بقى عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقه ونشاط. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادي منه. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بقى زي ما تعودنا، تعالوا نكسب حسنتين ونذكر الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين بقى كده بدأنا اليوم بتاعنا بالغسيل زي ما تعودتوا معايا. انا كل فترة كده باخد الغسالة العادية بتاعتي في الحمام وبعيش بقى ايه ونعيش سوا مع بعض. عندنا بقى حبة غسيل كده من هدوم الشغل بتاعت جوزي. زي ما تعودنا انا ما بعرفش اغسلها في الغسالة الاوتوماتيك. زي ما انتوا عارفين الغسالة الاوتوماتيك عايزة الهدوم النظيفة دايما، يعني ما بتبقاش عايزه الهدوم المتسخه قوي. وهدوم الشغل بقى زي ما هتحطيها زي ما هتطلعيها. فطبعا الغساله العاديه يعني بصراحه هي حلوه جدا جدا في تنظيف الهدوم. هي بتنظف الهدوم بطريقه مش معقوله. وفي نفس الوقت والله بالنسبه لي بحس ان هي بتنظف البيت كله. يعني بقى عندي فوطين للمطبخ، عندي بقى الملايه بقى اللي انا بفرشها ساعه الاكل كده عشان تلم بقى لو لينا بنتي وقعت حاجه ولا كده. فبصراحه بحس ان يوم الغساله العاديه بينظف البيت كله. جيت بقى دخلت الغسالة بقى كده وطبعا مليتها بالمية وحطيت فيها حبة من المسحوق. وكان بقى بالنسبة لي بقى كان عندي بقى غيارين بساط كده، غير لي لينا وغير لي خروج، فخدتهم في الاول كده. وقلت بعد كده نحط هدوم الشغل. هما بصراحة ما كانوش كمية هدوم كبيرة، هما كانوا كمية هدوم قليلة، بس انا ما بحبش اتقل الموضوع على نفسي. يعني كل حوالي اسبوع كده بروح لما بقى الغيارين كده. ولو عندي بقى غيار خروج كده مش مستاهل ان انا احطه في الغسالة او اشغل عليه، فبروح واخده بقى كده في البداية كده في الاول. جيت بقى هنا البلكونة بتاعتي بصراحة، يعني اليومين دول انا حاسة ان الشتا رجع من تاني. رجع بالعفر بالزعابيب بالتراب. وكمان موسم الحصاد بتاع الغلة بتاع الفلاحين. الهوا بقى بيقلب علينا التراب بطريقة مش معقولة. يعني بصراحة البلكونة دي لو اتغسلت او اتمسحت او اتكنست 10 مرات في اليوم بتلاقي فيها تراب. فقلت بقى كده، انا كنت قمت الصبح كده قبل ما لينا بنتي تروح الحضانة كنت بقى مسكتها كنستها كنسة نظيفة كده. وقلت بقى دلوقتي قبل ما انشر الغسيل بتاعي امسكها بقى كده اطوقها بالشرشوبة عشان على ما اجي انشر تكون نظيفة. بس والله العظيم يعني من ساعة ما بنتي مشيت لحد دلوقتي ما كانش فات حوالي ساعة او ساعة ونص. وبرضه حسيت ان المية بتاعت المسيح متعكرة. يعني بالرغم ان انا كنساها كنسة حلوة جدا، بس حسيت برضه ان المية بتاعت المسيح متعكرة. زي ما قلت لكم الايام دي في تراب في الجو فظيع. مبهدل لنا الدنيا بصراحة. جيت بقى قلت بقى انشر بقى حبة الغسيل بتوعي في نفس الوقت. بقى كنت واخدة بالي من الغسالة لان انتوا عارفين ان الغسالة العادية عايزاكي تاخدي بالك منها، لان طبعا لا ليها تايمر بيقف ولا ليها وقت. انت اللي بتفصليها وانت اللي بتشغليها. يعني حوالي كل 10 دقايق كده بروح فصلها طبعا عشان الموتور بتاعها برضو ما يتحرقش او انسى او كده. خلصنا بقى الغسيل كمان ونشرنا كمان الهدوم بتاعتنا ودخلنا على المطبخ على طول. قلنا بقى ايه، نجهز الغدا بتاعنا. في الحقيقة بقى انا كنت هعمل النهاردة كفتة. انا كنت مصبعاها زي ما انتوا شايفين. انا عاملة كفتة صوابع وكفتة قراص. هتعملي بيها ايه يا ام لينا؟ هعمل بقى نوعين من الكفتة. في الحقيقة هعمل الصوابع دي هعملها في الصلصة وهعمل القراص في الشرب. انتوا بقى بتسموها كفتة، انا بسمع ان هي كفتة غمراوي او مش متأكدة من الاسم قد كده. بس بصراحة احنا بقى مش مصعبين الامور على نفسنا ولا مصعبين الاسامي كمان على نفسنا. احنا بنسميها شوربة كفتة مسلوقة في الشرب. جيت بقى هنا قلت احمر الصوابع دي عشان طبعا اللي انا هحطها في الصلصة لازم بحمرها كده، يعني بديلها لون كده. وبعد كده بحطها في الصلصة. انا طبعا كنت عاملاها الكفتة دي من تجهيزات رمضان، بس في الحقيقة يعني ما عملتهاش في رمضان خالص. او يمكن عملتها مرة وما صورتش، مش يعني مش متذكرة قوي. طبعا انا بفرمها، بجيب مثلا اللحمة. وبجيب مثلا حسب ما تحبي بقى، عايزه تحطي كيلو. انا بحط بصراحه على الكيلو الا ربع رز. بحط نص كيلو من اللحمه. يعني بحب دايما ان يكون اللحمه بتاعتها يعني معقوله فيها. ما يبقاش يعني الرز بتاعها كتير وكده. وبحط بقى خضرة محشي، وبحط حوالي 5 6 فصوص من الثوم وبصلاية كده. وكمان حوالي يعني قولي 8 كيلو كده من المكرونة الناشفة. وباخدها بقى اطحنها حسب ما تطحنيها بقى. عندك انتي كبة في البيت هتطحنيها، تعمليها بقى عند الجزار اللي انت شاريه منه اللحمة حسب ما تحبي. بصراحة انا كنت عاملاها وكنت في الوقت ده كنت عند امي. يعني انا كنت عاملاها وكنت عند ماما.
وحطيتها بقى في الاكياس، ما احطش عليها اي توابل ولا اي بهارات. بحطها زي ما هي. وما بطلعها بقى بحط عليها البهارات، لاني بحس بقى نكهه البهارات فيها موجوده زي ما هي. خلاص كنت حمرتها بقى. في الحقيقه دي كانت صلصه كانت عندي انا كنت مسبكاها قبل العيد. كان عندي كميه بقى من الطماطم كده. جبت بقى 4 بصلات كبار كده ورحت مخرطاهم وحمرتهم ونزلت عليهم بالطماطم لما اتسبكت خالص وبردت بقى معايا كده، ورحت حطاها في علبه وحطاها في التلاجة. بصراحه مريحاني الفتره دي بطريقه مش معقول. كل ما بحتاج بقى ان انا اعمل حاجه بصلصه كده بروح مطلعه منها الكميه اللي على قد الحاجه اللي انا هعملها. زي ما انتوا شايفين كده، وبستعملها على طول. طلعت بقى الكميه اللي على قد الكفته اللي انا هعملها. طبعا انا كنت مبهره الصلصه بتاعتي بالسكر عشان درجه الحموضه بتاعه الطماطم، وبالملح. وحطيت بقى كده ورقه من الماجي، وحطيت حبه من الفلفل الاسمر. وطبعا قبل كل ده طبعا حطيت كرنبين من الشوربه على الصلصه بتاعتي قبل ما احط الكفته بتاعتي. لما غليت بقى الصلصه كده بكرنبين الشوربه، رحت نازله عليهم بالكفته بتاعتي. جيت هنا بقى للجزء بتاع الكفته اللي انا هسلقها في الشوربه. انا هنا معايا مرقه نزلت عليها بطماطمايه كده متخرطه طرنشات، وكمان بصلايه، وورقه من اللوري، وكمان ورقه من الماجي. طبعا دي مرقه زي ما انتم شايفين، بس انا حبيت ازود تتبيله المرقه بتاعتي يعني انكهها اكتر. ونزلت خلاص غليت بقى معايا كده، ونزلت بالكفته بقى اللي انا هسلقها فيها. جيت هنا بقى اشوف بقى الكفته بتاعتي. هنا بقى التركايه اللي بتخليلك بقى طعم الكفته بقى حكايه تجيب لاخر الشارع. هنا معايا حوالي 4 فصوص من الثوم، بدقهم وبحطهم زي ما هم. وريتك بقى هنا كمان الكفته اللي انا بسلقها اهيت. زي ما انتم شايفين انا بحبها جدا مسلوقه. وكمان لينا بنتي طالعه زيي، يعني ملهاش تقولي قوي على الصلصه، بس انا عامله الصلصه عشان جوزي هو اللي بيحبها وكده. ما بيرضاش ياكل المسلوقه، فقلت بقى اعمل جزئين، ارضي بقى لينا بنتي وارضي في نفس الوقت برضو جوزي. يعني كل واحد نفسه في شيء بياكله. جيت هنا بقى حمرت كميه كده من الشعريه، ونزلت عليهم بقى بكوبايه كده من الرز، وقلبتهم مع بعض كده. وابتديت احط القعد بتاعهم، وهحط لهم الملح كمان، وهسيبهم بقى يستوى على نار هاديه بعد ما يشرب طبعا القعد بتاعه. زي ما انتم شايفين بقى كده. زي ما قلت لكم الصلصه اللي انت عملتيها والله بتوفر عليكي وقت ومجهود حلو جدا. يعني اي حاجه بحتاج ان انا اعملها بصلصه بطلع الكميه اللي انا عاوزاها زي ما قلت لكم، وبعمل منها الحاجه اللي انا عاوزاها. هنا بقى كان خلاص الرز بتاعي خلاص كان استوى، وكمان الكفتة الصلصة خلاص استوت برضو. وكمان الكفتة المسلوقة او الكفتة الغمراوي زي ما تقولوا عليها بقى، ولا زي ما تحبوا تسموها. زي ما قلت لكم احنا مش بنصعب على نفسنا الامور، احنا بنقول كفتة مسلوقة في الشرب. ابتديت بقى اغرف الاكل بتاعي. يلا بقى لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسة ايدك الحلوة على اللايك. ولو انت اول مرة تشوفيني يلا انزلي اضغطي على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو ونوريني في عيلتي الصغيرة. بقول لكل حبايبي المتابعيني على القناة ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من وجودكم في حياتي، ولا من متابعتكم ليا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتكبر بخاطري دايما وبتشجعني. ربنا يا رب يديمكم دايما دايما نعمة في حياتي. وبقول لأي حد بقى دخل على القناة بتاعتي جديد نورتني وقناتي نورت. ووجودك في قناتي على راسي من فوق اقسم بالله. وجودكم دوت بقى حاجة اساسية في حياتي. ربنا يخليكم ليا ويديمكم يا رب دايما نعمة في حياتي. لكل اللي داخلين عندي في القناة جداد ان شاء الله مش هتندموا. خدوا لكم لفة في كده في القناة وان شاء الله هتعجبكم. ابتديت بقى نغرف هنا الاكل بتاعي. طبعا ادي الكفتة اللي هي بالصلصة. زي ما قلت لكم التركايه في الكفته بتاعت الصلصه هو ال4 فصوص الثوم اللي انت بتدقيهم وبتحطيهم زي ما هم، والله بتخلي ريحه الكفته بتاعتك تجيب ما شاء الله ما شاء الله لاخر الشارع. هنا بقى كانت كمان الكفته اللي كنت بسلقها هي خلاص كانت استوت زي ما انتم شايفين اهيت. وهنا خلاص كان الاكل بتاعي خلاص جاهز زي ما انتم شايفين اهوت. الرز بشعريه، وادي الكفته بالصلصه، وادي كمان الكفته المسلوقه، وكمان طبق الترش اللي ما بنستغناش عنه في اي سفره. يا رب دايما فيديوهاتي تعجبكم، ويا رب دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم دايما. بحبكم في الله، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.